السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا لاباس وكاع بصحه جيده. فيديو اليوم، جبت لكم وصفه مقروط بريستيج. يخرج بزاف، هاي مرمل ومعسل حتى للقلب، يعني يخرج لكم روعه روعه. وصفه ناجحه 100%، والاول مره زعما تجربوه يخرج لكم ناجح ان شاء الله. اذا هنايا راني نفتح معكم حبه هكا باش تشوفوا النتيجه تاعها كيفاش خرجت. يعني هنا درت لكم هاد الوصفة بكيلة صغيرة، أصغر كيلة، ولا يعني تنجموا غير تجربوه بهاد الكيلة الصغيرة، ويعني وكيلة صغيرة وخرجت لي 20 حبة. يعني كمية لاباس بها، وحبات ملاح، يعني ما همش صغار بزاف وما همش كبار بزاف، ورائعين، ويجيكم يتفتت، ويجيكم مرمل، ويجيكم رائع وبنين بزاف بزاف. اذا البنات ما تنسونيش غير بالجيم وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. كومونتير شباب كيما نتوما، ويلا نروحوا للوصفه بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه راح نبدا بها هي السميد تاعي. هنايا شوفوا انا استعملت السميد تاع ال 25، يعني الكبيره، كنت مغربلاته، وهذا المتوسط شديته راني درت لكم به الوصفه. تبغوا تستعملوا تاع الكيلو استعملوا النوعيه تاع ماما، ولا المهم اي نوعيه تاع الكيلو يكون نوعيه مليحه. متوسط رايح للرقيق، يعني ماشي متوسط الخشين هذاك ما يخرج لكمش به وما يتشرب لكمش. دوك نعطيكم النصائح تاع السميد نتاعكم. المهم هنايا عبرت 3 كيلات كما شفتوا. الكيله تاعي غير هذاك الكاس تاع الفلو. درت 3 كيلات سميد متوسط ورقيق شويه، ماشي متوسط خشين. هنايا درت نصف ملعقه صغيره ملح، ملعقه كبيره ملعقه صغيره يعني معمره ملح لافاني، وكل كيله درت معها ملعقه صغيره نتاع فرينه، ملعقه مليحه، يعني واحد يجيكم ربع كاس في هذاك هذا الكاس اللي عبرنا به، ربع كاس تاع فرينه. ولا ديروا في كل كيله ديروا ملعقه. انا درت مع الكيله صغيره درت ملعقه صغيره، ملعقه تاع القهوه. نتوما الا كنتو درتو بالعبار كبير ديروا ملعقه كبيره. هنايا من بعد خلطت هذا الخليط كاع مليح، ومن بعد درت هنايا الليدام هذا، درت عبار تاع الدهان، خليت واحد شويه، كملته بالزيت، يعني ماشي بزاف غير واحد الاصبع، ولا كملته بالزيت حتى نتفاد لكم هذيك الكميه. وبداو تبسوا فيه كما راكم تشوفوا، بسوه مليح مليح بين ايديكم. المهم واحد 5 دقائق هكا وانتم تبسوا فيه وتحكوه بين ايديكم. كما قلت لكم المقروض هذا ماشي كما المقروض تاع المقله، يحتاج السميد يكون شويه خشين. هذا تاع الكوشه يجيكم يجي شويه رقيق باش يتشرب لكم الليدام تاعه، وما يطرطق لكمش في الفرن. يعني كي طيبوه ما يبداش يطرطق لكم ولا يتحل لكم ولا هكا. مهم ديروه رقيق باش يجيكم الحبه متماسكه. هنايا شوفوا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو باش يعني باش تفهموا مليح، يعني ما بغيتش خليته حتى كملت الكميه. مهم واحد 5 دقائق هكا وانا نبسس فيه. من بعد انا خدمته هنايا الصباح وغطيته وخليته حتى العشيه وبديت نخدم فيه، ولا تخدموه في الليل وتخلوه الصباح تعاودوا تبدو تخدموا فيه. جيت هنا للتمر تاعي، انا كنت استعملت تمر حميره العادي. نقيته، قلعت له العلفه وهذاك الشابو تاعه، فورته وطحنته كما كتشوفوا غير بالفرشيطه. من بعد هنا من بعد ما طحنته درت له ملعقه نتاع دهان وبديت نمرس فيه. المهم هذا تاع الحميره هذا اللي تنقوه وتفوروه يطلق شويه الماء، يعني الا استعملتوا هذاك الواجد عجنوه بالماء الزهر. بصح انا هذا مع فورته وكل شيء كان فيه الماء تاعه، يعني الماء زهر درت غير واحد الملعقه باش نكهته، هذا ما كان وخلاص. يعني كان ديجا فيه الماء تاعه كافي، جات رطب، يعني ما جاش يابس. وحتى في الحشوه يعني كديروا المقروط تاعكم من بعد يجيكم طري. نكهته هنا بالقرفه هنايا جلجلان هذا اختياري، الا عندكم تستعملوه، ما عندكمش ديروا غير التمر وحده
وهذا هو عجنته مليح مليح. تاني هو غطيته وخليته، درته في الثلاجة يبرد لي وحتى العشية، وبديت نخدم في المقروض نتاعي. هنايا من بعد العشية كما قلت لكم جيت هنايا المقروض تاعي. شوفوا كيفاش يخرج، يعني تلقاوه كاع شرب لكم هذاك الليدام، وتلقاوه يابس كما راكم تشوفوا فيه، يعني تشرب لكم مليح مليح ناشف. هنايا تحكموا الكيله نفس الكيله اللي خدمنا بها. درت نصف كيله ماء والنصف ماء الزهر، وهنا ما عمرتهاش مليح، من الاحسن تعمروها مليح باش على خاطر راح تدي لكم كيله كامله نتاع الماء ولا تاع السوائل. درت هنا نصف الكميه نتاع السائل هذا، درت نصف الكميه، وكما راكم تشوفوني ندير غير بالاصابع، راني نحرك غير بالاصابع، ما تعجنوش العجين تاعكم. غطيته وخليته يريح ريح 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد عاود توليت عاود حركته وكملت الكميه هذيك تاع الماء اللي كانت باقت لي كما راكم تشوفوا، حتى تشكل لكم عجينه طريه، وتحسوا هذاك اللون تاع العجين تاع السميد نتاعكم تبدل، يعني ما يبقى لكمش اصفر، يولي لكم ابيض وكل شيء. غطيتها هنايا خليتها غير 5 دقائق، والعجينه نتاعي هنايا تاني جيت ولقيتها شويه ناشفه، بس انايا هنايا كما قلت لكم الكيله تاعي ما عمرتهاش مليح، نتوما عمروها مليح باش تجيكم كافيه. وهنايا انا زدت واحد 2 ملاعق تاع ماء الزهر، هاد 2 ملاعق يعني يعمروا لكم الكيله تاعكم. استعملوا كيله كامله نتاع عامره مليح نتاع الماء وماء الزهر. هذه هي. هنا من بعد ما كملت عجنتها وصاي جاتني مليحه، بديت ندير كرات. وزنت كل كره 35 غرام. هنايا وزنت كاع العجينه تاعي 35 غرام. من الاحسن ديروها 35 غرام، راح تجيكم الحبه تاعكم متوسطه، يعني ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره بزاف. الا درتوها 40 تجيكم كبيره بزاف، الا درتوها 30 ثاني تجيكم صغيره بزاف، يعني من الاحسن نديروا الوسط هو 35. وهنا نشكل كاع الكرات نتاوعي كما راكم تشوفوا. والتمر تاعي ثاني كنت شكلته، درته هنا 16 غرام ولا 15 غرام يعني كما بغيتو، ودرت الحبات نتاوعي كملتهم وبديت نشكل في المهم حتى تكملوا الكميه نتاع العجينه تاعكم كرات، والتمر تاعكم كرات، عاد بدو تخدموا فيه. وهنايا راه يريح ومامطو راه يريح، يعني قد ما رانا نخدموا فيه راه هو يريح ويتشرب لينا الماء نتاعه. هنايا ندير بالحبه كما شفتوني درت في الوسط التمر، بلعتها مليح، ومن بعد حطيتها في المول تاع المقروض كما راكم تشوفوا. حطيتها في المول، ضغطت عليها. المول من الاحسن تدهنوه بالزيت في الاول، دهنوه مليح مليح بالزيت كامل، ومن بعد بداو ديروا غير في هذاك في الوسط نتاعه كما راكم تشوفوا. حليت العجينه تاعي، درت الكره تاع التمر، ومن بعد كورتها مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد هنا بلعتها بالمول هذا. دائما ديروه في الزيت وعاد قلعوه. وهنايا غير بشويه قلعوا الحبه تاعكم كما راكم تشوفوا، دوروا وقلعوا هكا باش تجيكم الحبه تاعكم نيشان. وهذه هي كمل الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقه. هنا من بعد ما كملتهم ثقبتهم هنا من الاعلى باش يخرج لي الهواء نتاعه وما يطرطقليش في الفرن. ودخلتهم للفريجيدان ربع ساعه. دخلت هاد الصينيه كامله ربع ساعه في الفريجيدار، وراكم تشوفوا رانا في البرد وكل شيء، ولازم تبردوه. يعني الا كنتو في الصيف ولا بردوه مليح، ديروه في الكونجيلاتور كاع، خلوه نص ساعه في الكونجيلاتور وعاد طيبوه هكا باش يحافظ لكم على الشكل تاعه، الشكل تاع هذا المول تاعنا هذا اللي درناه. وهنايا من بعد ما تحمر لي من الاسفل طفيت عليه، شعلت عليه من الاعلى ثاني تحمر لي شويه، يعني خليته غير كما راكم تشوفوا فيه صفاري، ما بردت ما حمرتهش بزاف. وجبته هنايا حطيت نحطه غير بشويه. وهنايا العسل تاعي كنت دفيته وزدته شويه ماء الزهر وخليته درته فوق هنا المقروض تاعي. خليت المقروض 5 دقائق يتشرب مليح مليح،
ومن بعد صفيته ولا درته يتقطر مليح. والتزيين طبعا يبقى اختياري من بعد. هذاك التزيين اللي يجي من بعد هي الصح في الوصفه وفي نجاحها. من بعد هذاك التزيين يبقى اختياري. هنايا صفيت كاع المقروط تاعي، ومن بعد كملت درت الكميه اللي بقات لي خليتها تتشرب. ومن بعد جبت هنايا لي كيسات، درتهم في لي كيسات هادو نتاع العسل، ومن بعد درتهم في لي كيسات هادو نتاع الدونتيل هادو. وكما قلت لكم التزيين انا درت هنايا غير البيستاش مطحون بهذه الطريقه. هنا الا شفتوهم نشفوا لكم من الاعلى في ديك البلاصه هذيك اللي فيها الفراغ هذاك، زيدوا شويه عسل وعاد ديروا هذا البيستاش تاعكم. ودرت هذيك كتزيين خفيف ظريف. يعني في الاخير تبغوا ديروا المكسرات ديروا مكسرات، تبغوا ديروا غير حلوة المهم اي حاجه تبغوا تزينوا بها زينوا بها. انا درت غير هاد النجمات هنايا ونكمل كاع الكميه بنفس الطريقه. يعني خرجت لي رائعه اللي هي صح في البنه والصح في المقروض تاعكم وفي هذيك الحبات المرملين. يعني يخرج رائع رائع. ومن الاحسن من الاحسن البنات العسل، استعملوا العسل اللي تباع برا، يعني ما تخدموهش في الدار خاطش من بعد يتسكر لكم. وهذه هي لنجاح الوصفه لازم تستعملوا الحوايج الطبيعيه نيشان. يعني كما العسل تشروه نتاع برا هذاك ما يتسكر لكمش من بعد وكل شيء. وهذه هي النتيجه، يعني خرجت رائعه وبنينه. والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.